في أي عام فرض الصيام على المسلمين؟ العام الأول للهجرة، العام الثاني للهجرة، العام الثالث للهجرة. العام الثاني للهجرة. ما هو ترتيب شهر رمضان في الأشهر الهجرية؟ الشهر السابع، الشهر الثامن، الشهر التاسع. الإجابة الشهر التاسع. في أي سورة ذكر اسم شهر رمضان؟ سورة الأعراف، سورة المائدة، سورة البقرة. سورة البقرة. كم مرة ذكر فيها شهر رمضان في القرآن الكريم؟ 5 مرات، 7 مرات، مرة واحدة. إجابة مرة واحدة. ما هو الشهر الذي يأتي قبل شهر رمضان؟ شهر شوال، شعبان، محرم. الإجابة شهر شعبان. من هو أول من صام من الأنبياء؟ آدم عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام. آدم عليه السلام. ما اسم الليلة المباركة في شهر رمضان؟ ليلة الرحمة، ليلة الغفران، ليلة القدر. الإجابة ليلة القدر. كيف يحدد المسلمون بداية شهر رمضان؟ عن طريق رؤية غيوم رمضان، رؤية هلال رمضان، رؤية نجوم رمضان. الإجابة رؤية هلال رمضان. في أي شهر نزل القرآن الكريم؟ في شهر رجب، شهر رمضان، شهر شعبان. الإجابة شهر رمضان. كم رمضان صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 5 رمضان، 9 رمضان، 7 رمضان. الإجابة 9 رمضان. لمن يجوز الإفطار في رمضان؟ المسافر، العامل، الفقير. إجابة المسافر. من هو أول من جمع المسلمين لصلاة التراويح؟ أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب. إجابة عمر بن الخطاب. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، لايك ومشاركة الفيديو عشان غيرك يستفيد. وبكده حبايب قلبي انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حبيب قلبي اشترك في القناة، وهسيب لك سؤالين في آخر الفيديو. اللي هيجاوب عليهم يكتب اسمه في التعليق، وهنزل اسمه في الفيديو الجاي إن شاء الله. ومعنا أول سؤال: ما هي صلاة الملائكة عليهم السلام؟ الصلاة كصلاتنا، التكبير والتسبيح، الدعاء والاستغفار. ومعانا السؤال الثاني: من هو النبي الذي قطع رأسه وهو ساجد؟ إبراهيم عليه السلام، شعيب عليه السلام، يحيى عليه السلام.